أنت ممكن تشوف الفيديو ده كئيب شوية، لكن لا والله، دي ممكن تكون رسالة ليك، هتفهم أنا عايز أقول لك إيه بس كمّل معايا للنهاية ومش هتندم إن شاء الله. فاكر آخر مرّة حضرت جنازة؟ ساعة ما بنمشي ورا الميت، بنفكّر ونتيقن إن إحنا في يوم هنبقى مكان الشخص اللي شايلينه، ساعتها بنوعد نفسنا إننا هنتغيّر، بس للأسف أول ما بنرجع للدنيا كل حاجة بتتبخر، كلنا عايشين، بنجري، بنخطط، بنزعل، بنفرح، بس دايمًا ناسيين الموت أو بنتجاهله. اللي لازم تعرفه إن الموت مش بعيد، الموت ممكن ييجي في أي لحظة، ممكن ييجي وأنت بتضحك أو أنت وبتخطط لبكرة أو حتى وأنت بتسكرول على تليفونك. الموت هو أقرب مما تتخيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. تفتكره دايما مش عشان تخاف منه بس، لا، علشان يصحيك، يفكرك إن الدنيا مش دايما، وإنك يوم ما هتمشي لوحدك. كل ركعة صليتها وكل دمعة نزلت بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وكل كلمة طيبة قلتها دي اللي هتمشي معاك للقبر. مش فلوسك ولا منصبك، بس عملك. الموت بيفكرك إنك لازم تستعد، وإن محدش فينا ضامن نفسه ولا ضامن اللحظة اللي جاية. كل يوم بيعدي بنجرب خطوة. ليه مستني اللحظة اللي مش هتلحق فيها تقول يا رب؟ ارجع لربنا النهاردة مش بكرة، مش لما تفضى، مش لما تكبر. وافتكر، طول ما فيك نفس الباب لسه مفتوح. توب ورجع هيسامحك والله، لأنك في الآخر راجع للي خلقك. والله ربك أرحم بيك من نفسك. بس السؤال هنا، إمتى هترجع؟ سلام.